عايز تسبق كل المنافسين. يعني لو انت في مجال وفي منافس مثلا بقاله 10 سنين ولسه بادئ، عايز تسبقه. عايز تكون على السوشيال ميديا، لو انت مثلا بتفكر تقدم محتوى او بتقدم تعمل احلى هوك في الدنيا يخلي الناس كلها الفيديوهات بتاعتك تجيب ملايين المشاهدات وهي حاجه حلوه بتنفع الناس. عايزه تكوني افضل واحده بتربي اولادك واحسن من ام بقالها 20 سنه عايز تكون من المبدعين في الارض، فانت ما قدامكش حل غير ان انت تعرف اسم الله البديع. لان اسم الله البديع ده هو اللي بيعمل شورت كات لكل الانجازات ولكل شيء الانسان بيتمنى يوصل له. اسم الله البديع ده هو اللي لما ياخده الانسان يعمل موبايل يوقف بيه سوق الموبايلات، تطلع شركه زي شركه ابل تخلص على شركات بقالها 50 و60 سنه شغاله زي نوكيا واريكا، لان هم ابدعوا في شيء جديد. هو اللي يخلي شركه زي BYD دلوقتي تبدع عربيه بالكهرباء تخلي الناس تشتريها تكون سعرها قليل والمايلز بتاعتها او الكيلومتر بتاعها اعلى وكواليتي. اسم الله البديع هو اللي بيخلي اي انسان يطلع ويقب على وش الدنيا. اقدر اقول ان اسم الله البديع هو سر الاثرياء. مفيش ثري على وجه الارض في حاجه طيبه عملها غيره مبدع. تعال بص في المجال العقاري، هتلاقي كل اللي عملوا فكره الكومباوندز والكوميونتي ابدعوا في حاجه جديده. هتلاقي كل اللي عملوا تاورز وابراج زي الامارات بقوا من الاثرياء. هتلاقي كل اللي قدموا منتجات فيها جوده وفيها ابداع، زي سواء الكاميرا سواء الموبايل سواء اللايتنج سواء اي حاجه، حتى الليب اللي ابدعوا في الليب كانوا من الاثرياء. فعايز تكون من الاثرياء بعد اذنك خليك من المبدعين، لان الله بديع. الله لا يقلد احد، الله لا يقلد احد ولا يعتمد على احد في ابداعه، بس احنا هنعتمد عليه في ابداعنا. الله بديع السماوات والارض. انت فاهم يعني ايه السماوات والارض يا فندم؟ امشي بص للشجره هتفهم يعني ايه ابداع. امسك السمكه وبص فيها هتفهم يعني ايه ابداع. بص لوشك في المرايه وحركه ايدك هتفهم الخالق البديع ازاي بيعمل كل الحاجات دي. فهو ادانا اسم الله البديع عشان نصدق ان هو بديع، واللي يتوكل على البديع يبقى من المبدعين. فممكن تكون من المبدعين هتعمل 3 حاجات بس. رقم 1، من فضلك اتحرر من التقليد الاعمى. بعد اذنك ما تقلدش اي حد. بعد اذنك كفايه كوبي بيست بقى. كفايه بقى كل ما حد يعمل حاجه حلوه نروح ناخدها ونقلدها. ده زمان اللي فتح محل ولا سنترال يعمل دقايق للناس كده، كل الناس فتحت جنبه سنترال، اللي يفتح مش عارف. وبعدين مفيش مشروع بينجح ومشروع بيفشل. مفيش حاجه اسمها الاكل بينجح وتجاره العربيات بتنجح والعقارات بتنجح. دي فيها ناس ناجحه ودي فيها ناس فاشله، ولكن اللي هيبدع جوه المجال هو اللي هيحكم المجال. فنقدر نقول ان اللي هيقدر يطبق اسم الله البديع هيبقى هو بابا المجال. وانا الحمد لله بحاول اعمل كده في كل شغل. ما اخشش اي مجال غير لما ابدع فيه. عمري ما بقلد حد، بتعلم من الناس كلها. بس وقت ما بقرر اعمل حاجه ما بقلدش اي حد، بتعلم من الناس كلها وابدع انا بطريقتي بقوه اسم الله البديع. رقم 2، التفكر ثم التفكر ثم التفكر ثم التفكر، ومع التفكر التدبر التدبر التدبر. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ايوه مفيش ابداع هتوصل له غير لما تعدي على ابداع الخالق. وعايزك تبص لي على كل الابداعات اللي البشر عملوها. الكاميرا بتحاول تحاكي العين البشريه. لما الانسان تفكر في العين البشريه وحللها قدر يصنع كاميرا. الطياره زي النسر والصقر. العربيه من الدواب على 4 رجول. ما احنا جينا لقينا الدواب كلها على 4 رجول، عملنا العربيه ب4 عجلات. مفيش ابداع يعني. ابدعنا موتوسيكل، ما اعرفش ممكن يكون في كائن بيمشي بقى برجلين، مش جاي في بالي والله، بس هو في كائن ما بيمشيش برجول اصلا. انت عندك الزواحف زي التعبان. فاصبح انك لما تتفكر هيفتح عندك مجال الابداع. تفكر في خلق نفسك، تفكر في خلق السماء، تفكر في خلق الارض، تكن من المبدعين. فالمتفكرين المتدبرين دائما من المبدعين. ثالث حاجه، ممكن تكون شجاع في تفكرك وتدبرك، ممكن تكون شجاع في تنفيذك، ممكن تكون جريء، ممكن ما تخافش. لان للاسف كل اللي بيضيع الناس او اغلب اللي بيضيع الناس هو عدم الشجاعه وهو الخوف والكسوف. يخاف هو يطلع قدام كاميرا يقول لك انت ازاي يا محمود حسن عمال طالع وبتتكلم كده. يا عم خلاص، ما انا عارف انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انا عارف ان معايا اله بديع قوي عظيم، وعارف ان انا انسان وبغلط عادي. فمهما حاولت اوصل للكمال فانا انسان ناقص برضه. ناقص ليه؟ مش ناقص اللي انتوا فاهمينها، لا، عشان انتوا بتفهموا ساعات الكلام من ناقص يعني كده كده هغلط. والكمال ان شاء الله في الاخره مع ربنا سبحانه وتعالى لما نوصل باذنك يا رب للجنه ونعدي بسلام من الدنيا. فما في انسان على وجه الارض كامل، وفي حاجه اسمها كده اللعنه بتاعت الكمال. لعنه الكمال ده لعنه اصلا. محاولتك انك تكون على اتم واكمل وجه بتعطلك كتير جدا. فبعد اذنك ابدا بمنتهى الشجاعه اللي في الدنيا. ابدا في التفكر وابدا في الشيء اللي بتعمله. ولما تبدع اول مره مش هتبقى احسن مره، لان الاخره خير دايما من الاولى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى باذن الله. فكل ما تعمقت اكتر وكل ما تفكرت اكتر وكل ما تدبرت اكتر كل ما بقيت من المبدعين اكتر واكتر واكتر. وانت بتبدع بعد اذنك خليك محسن في ابداعك، واعمل شيء ويكون في نيتك ان الابداع ده يفيد نفسك ويفيد عيلتك ويفيد وطنك ويفيد مجتمعك ويفيد الدنيا كلها من حواليك، ويكون صدقه جاريه ليك بعد ما تسيب الدنيا دي. لان فعليا المبدعين بيمشوا بس ابداع
ابداعهم بيفضل عايش، والابداع هو اكتر صدقه جاريه. يعني النهارده اللي كان سبب ان احنا نصنع الموبايل اللي بيساعدنا، الراجل ده مشي وساب حاجه. اللي عمل مصنع كبير ابدع فيه منتج ومشي، المصنع شغال بس هو ذكره يفضل موجود. فعشان كده كل ما بقيت من المبدعين كل ما بقيت من الباقين في الدنيا باذن الله. ربنا يا رب يجعلني ويجعلك ويجعلنا كلنا من المبدعين المتفكرين في خلق وفي كل الحاجات اللي هو قال لنا عليها. لحد هنا انا خلصت اسم الله البديع، وعارف ان دي قدرتي واستطاعتي، وعارف ان ممكن يكون عندك مجموعه حاجات عايز تقولها، ممكن تكتبها لي بحيث كلنا نستفيد. وعندنا هوم ورك صغير كده ان احنا نتفكر ونتدبر في اسم الله البديع ونطلع حاجات، ولو حابب تشاركها شاركها واكتبها لي برضو معاك في التعليقات، لحد ما اشوفك في اسم جديد من اسماء الثراء في اسماء واثرياء.